الأدب الخامس والسنة المنسية في يوم العيد كثرة الصدقة. يعني أنت لو بتتصدق بواحد بخمسة بعشرة في العيد ضاعف ده، عشان كل الناس ما يبقاش عندها احتياج. فرغ الشخص المسكين والفقير من انه يفكر في رزقه واكله عشان ينبسط، زي ما الغني اللي عنده وفرة وعنده رغد للعيش مبسوط. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا. كان يأكد عليها 3 مرات عشان الكل يبقى مبسوط. الأدب اللي بعد كده هو إنك لما تروح المسجد تصلي صلاة العيد ارجع من طريق تاني، وكان النبي يفعل ذلك إذا مشى من طريق غيره ورجع من طريق آخر في صلاة العيد. ودي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلها عشان الناس كلها تقابل بعض وتسلم على بعض في اليوم الجميل ده. الأدب اللي بعد كده والسنة اللي بعد كده صيغة التهنئة. ابقى هنأ بالتهنئة اللي انت عايزها: كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك. بس افتكر تهنئة النبي أنه كان يقابل الناس فيقول: تقبل الله منا ومنكم. ابقى أقولها كمان قبل ما تقول التهنئات الجميلة بتاعتنا، بحيث تبقى أصبت السنة وكمان قلت العادة بتاعت الناس. وكمان من الآداب النبوية والسنن استحباب خروج الرجال والنساء والأطفال ليشهدوا فرحة المسلمين. وسيدنا النبي وصى بكده، حتى أنه أوصى بخروج المرأة الحائض، فتبقى في الساحات موجودة ووقت الصلاة بس تعتزل الصلاة ويصلي الناس، حتى يشهد الجميع فرحة الناس وفرحة المسلمين، ويسمعوا خطبة العيد ويشهدوا الصلاة ويشهدوا التجمع اللي فيه عزة، ويشهدوا التكبيرات الجميلة اللي بتجذب قلب الإنسان لربنا ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فالكل يخرج لصلاة العيد. أيضا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه التوسعة على الأهل، إن الأيام دي أيام فرحة مختلفة، فربنا بيوسع على اللي بيوسع على أهله في اليوم ده. وخد بالك، العيد ليه شيطان معروف كده ما بيننا بيكدر البيوت في وقت العيد ويخلينا متخانقين ومشدودين وعلى أتفه الأسباب عشان ما ننبسطش في اليوم اللي ربنا يحب يشوفنا فيه مبسوطين. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عند ستنا عائشة جواري بتغني، دخل سيدنا أبو بكر الصديق يقول: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد واليوم عيدنا. خلي البنات تغني وتنبسط يا أبو بكر، ده احنا في العيد. ولما جه وقت العيد جم الحبشة عشان يلعبوا بالعصيان في عرض كده جوه مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا رسول الله عرض على السيدة عائشة انها تتفرج عليهم، فحط لها ايديه كده على عضد الباب، على القرش بتاع الباب، حطت دقنها الشريفة هنا وخدها على خد النبي تتفرج على الأحباش لغاية ما شبعت وانبسطت وهي واقفة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم الجميل. يبقى بقى السنة الشهيرة اللي في عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي التكبيرات. إن إحنا بنكبر في يوم عيد الفطر لغاية ما الصلاة تخلص وينقطع التكبير بعد الصلاة، وفي يوم عيد الأضحى بنكبر في كل أيام عيد الأضحى بعد كل صلاة لغاية عصر رابع يوم العيد اللي بيسموه ثالث أيام التشريق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والتكبيرة المصرية الجميلة اللي الإمام الشافعي سمعها وأقرها: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، لآخر التكبيرات. فدول الآداب النبوية والسنن المنسية في أيام عيد الفطر وعيد الأضحى.